بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. أتمنى يا رب السنة دي خلاص على الأعتاب تكون فرحة وسعادة مليانة للجميع بإذن الله، وراحة بال بإذن الله، وربنا يشفي كل مريض. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل كفته وهنعمل طرب على طريقتي انا، يا رب تعجبكم وتنال رضاكم. ودي كبتي الجديده، يا رب تكون كويسه باذن الله وتنفعني ويبارك فيها ربنا. زي ما شايفين اللحمه دي تقريبا نص كيلو او ازيد شويه، اشتريت كيلو الا ربع، تمام. فعندي شويه منهم اقل من ربع كيلو، لان ما ينفعش تتفرم، مليانه فيها نسبه دهون وحاجات كده شبه الموزه، فما ينفعش. ودي البهارات اللي انا هحطها، اللي بحبها جدا مع الكفتة ومع الحواوشي واللحمة العصاج، اللي هي عبارة عن ورق لورا، حبهان، تمام، فلفل اسود، تاني جوز الطيب، كبابة صيني، تمام. يا رب ما اكونش نسيت حاجة. وهحط مكعب مرقة معاه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويا رب الكبة تكون كويسة. هحط اللحمة كلها، تمام. وقبل ما احط الخضرة اللي انتوا شايفينها حضراتكم، هعمل كبة، هعمل انا اسفة كفتة الرز. هعين شوية لحمة مفرومة على جنب، عشان ما ينفعش الطرب تحطي له خضرة، تمام. هحط قد معلقة ليا، عشان تدينا الطعم الحلو الجميل جدا. احنا نعرف ان الضاني بيدي، يعني خاصة الحاجات اللي زي الطرب وزي الكفتة بتبقى حلوة خالص مع الليا. هنقفل الكبة، تمام. وبعد كده هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا في اول ما اشتريتها ما اشتغلش معايا، وخفت لا تكون بايظه، خاصه انا طالباها بصراحه، يعني طالباها اونلاين. بس اتصلت بصاحب الشركه وقال لي هي بتتحط في حته معينه كده، يعني ليها علامه، فلازم تحطيها قصاد عشان خاطر تشتغل معاكي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما شاء الله اشتغلت معايا حلو خالص، رغم ان حته اللحمه بصراحه فيها نسبه دهون اللي انا حطيتها، تمام. في بعض الاحيان الدهون تحسيها ما بتمشيش في الفرن او في الكبات اللي على قدها، تمام. لكن ما شاء الله فرمت معايا فرم حلو خالص. وحتى انا يعني قلت الحمد لله، لان كبات كتير اشتريتها قبل كده ما نفعتش معايا في الفرم. لكن الكبه لما تكون عندك في البيت بصراحه، غير لما تروح يعني عند جزار او اي حد يفرم لك لحمه، حاجتك في بيتك بتبقى حلوه خالص. فكنت نفسي فيها والحمد لله جبتها. تعالوا مع بعض هقول لكم بقى ايه يعني اهم خطوات في الكفته عشان تبقى معاكي حلوه ومتماسكه وجميله جدا. هعين شويه وهنحط الخضره يعني اللي احنا عايزينها. اول حاجه لازم تفرميها فرم ناعم خالص خالص خالص، تمام. وتديها وشين، لقيتيها مثلا اول مره مش قد كده، لا تديها تاني لغايه ما تحسيها ناعمه خالص كده، والنسيج كله متماسك معاكي. حطيت هنا البصل، وبعد كده حطيت البصل، وبعد كده هحط الخضره واحده واحده عشان تفرم معاكي حلو خالص. لكن لو هتكبسيها كله على بعضه مش هتبقى حلو. انا بصراحه بحب ان انا اشتغل في اللحمه وفي الكفته في الكبات بس، يعني مش بشتغل بايدي، لان بحسها بتكون قوتها اسرع ومش بتنعم زي ايديك. لكن لو مش متوفره عندك، انا كنت بشتغلها قبل ما اجيب الكبه بايدي، مفيش مشاكل، بس بتاخد مجهود معاكي، تمام. احط بقى ايه الرز. حطيت البصل وحطيت اللحمه. دلوقتي هحط الرز، اللي هو ايه، بتغسلي الرز عادي، واول ما ينشف تضربيه في الكبه. هحط البهارات، ودي كانت بصراحه غلطه، لاني انا الكبه الصغيره بتاعت الخلاط باظت معايا. فكنت بصراحه حاطه في دماغي، لاني انا لما افرم البهارات فيها هتتفرم، لكن للاسف ما اتفرمتش، وبقت زهره مش زهره، بقت في الكفته لما تيجي تاكل الكفته اهي. دي المشكله اللي انا يعني اتحطيت فيها، واتمنى ان انتوا ما تتحطوش فيها. طعمها جميل جدا، طلعت وروعة. بس المشكلة البهارات بقت نص، يعني مجروشة كده ومش حلوة. زي ما شايفين خلاص ما شاء الله خلصتها. بصوا نعمتها ازاي اهي الكفتة. لو حتى عاوزة تعمليش كفتة رز، عايزة تعملي كفتة الحاتي، لازم تنعميها بالشكل ده، والانسجة تكون حلوة متماسكة. حطي قد معلقة كبيرة او معلقتين نشا عشان تغلفها. دي بيعتبر زي كفر بناحية ايه، ان ما تفرفتش معاك. هي مش هتفرفت طالما انا عاملاها بالمنظر ده، بس ضمانا عشان لسه هنحطها في صلصة، تمام. فانا حطيت لها معلقة او معلقتين. بصي يستحسن يعني ما تحطهاش، ما تنزلهاش في زيت وتحمريها او هتشويها اول ما تصبعيها، لا، اديها على الاقل ساعتين 3 تستريح في التلاجة كده. انا بصراحة حددتها يوم كامل، يعني مش قصده، لا، انا بحب احضر حاجاتي من بالليل عشان ابقى ايه، انجز بسرعة عشان خاطر اولادي. مثلا بصحى افطرهم، بعد كده بدل ما اخد وقت في الغدا هم صغيرين، لا، احب اجهز الحاجات اللي هي الصعبة من بالليل، تمام. زي ما شايفين خلاص كده هصبع فيها،
وبراحتك بقى، عايزة تعمليها مدورة، عايزة تعمليها مثلًا صوابع صغيرة يعني متوسطة. أنا بصراحة باحب إن أنا أعملها متوسطة، ولا كبيرة أوي ولا صغيرة، بحيث تبقى كده شكلها حلو. هاخلّص معاكم الكمية دي تمام، وبعد كده هنبدأ في عملية الطرب. الطرب أنا ما عنديش كمية كبيرة، تصدقوا بإيه، أنا الطرب ده عندي من ساعة ما كنت في بيت أهلي، من عيد الأضحى تمام، ادّوهوني وأنا ما استخدمتوش، فبانضّف الdeep freezer فلقيته جنبي، فقُلت بما إني أنا هاعمل كفتة أطلّعه لي. أنا ما ليش في الطرب وما باحبوش، بس جوزي بيحبه، عشان خاطر كده أنا قُلت أنا أعمله له مع الكفتة. هو ما بيحبش الكفتة اللي هي بالصلصة، بيحب الكفتة اللي أكتر اللي هي مشوية يا إما متحمّرة. خلاص خلّصت الكمية ما شاء الله، حلوة خالص وجميلة جدًا بعد ما عملناها، طعمها لذيذ جدًا وجميل جدًا. الكفتة عادي كل ما تجيبي مثلًا حتّة حمرا كل ما بتبقى حلوة، بس حُطّي نسبة دهن شوية فيها، يعني بتبقى جميلة جدًا بصراحة، نسبة يعني دهون. في ناس بتحب اللحمة اللي هي اللحمة الجملي بتقول لِك إن هي بتبقى حلوة في الكفتة، وأنا جرّبتها قبل كده في مرّة حسيتها يعني عادي، أنا ما حسيتش يعني إن هي متغيّرة، بس أنا عن نفسي باحب اللحمة العادي ما باحبش اللحمة الجملي. خلاص كده خلّصت اللي أنا هاعمله الطرب. ما عملت الطرب ده بُصّوا مش محتاج بهارات ولا محتاج حاجة، لو عايزة تحطّي له حُطّي له بهارات بس فلفل أسود وكزبرة وشوية ملح ومكعب مرقة. أنا باحب مكعب المرقة أحطه جدًا في يعني في أي حاجة بيدّي طعم مختلف. هاحاول بُص إيه، حطيت زي ما شُفتوا حضراتكم أنا قُلت لكم أنا طلّعت الكمية دي قدّامي تمام، هاحط إيه بس مكعب المرقة وشوية الملح بالبهارات بتاعي وهالفّهم. مش محتاج يعني مشكلة ولا تعب ولا أي حاجة. تعالوا مع بعض بقى إيه للكفتة. زي ما شايفين بُصّوا ما شاء الله متماسكة، زي ما قُلت لِك زي ما كل ما تسيبيها تستريّح كل ما بتدّيكِ طعم حلو خالص وجميل جدًا. حطيت الكمية دي وبعد كده قلّبت فيهم، ما بتاخدش وقت معاكِ الكفتة ما بتكمّلش 5 دقايق. وبعد كده جِبت بصلة وشوية توم وحمّرتهم ونزلت معصرة الطماطم بتاع الفريش بتبقى حلوة خالص. لو عايزة اللون يبقى معاكِ أحمر بزيادة ممكن تحطّي بابريكا، ممكن تحطّي معلقة صلصة بس تحطّي إيه معاها شوية سُكّر أو كده لإن الصلصة بتبقى حادقة. تمام خلاص كده خلّصت الكمية، وبعد كده تنزّليهم أو تستنيها تبرد شوية، وبعد كده تحطّي الكمية دي، وبعد ما تحطّيها تقلّبي الصلصة اللي هي في الحلة. لو عندِك شوربة لحمة ممكن تحطّيها، لو عندِك مَيّة تحطّي ما فيش مشاكل، حطّي معاها مكعب مرقة بتبقى حلوة وجميلة جدًا وبألف هنا وشفا لحضراتكم تمام. خلاص كده ما شاء الله هاطفي عليها بس ادّيها إيه كده 5 دقايق تغلي، ليه عشان خاطر تطرّي معايا ويدخل طعم الصلصة في الكفتة. جميلة جدًا وبتحلى خالص مع شوية مكرونة تمام، مكرونة مسلوقة عادي وأنتِ بتحطّي عليها كده بالمعلقة ومعلقتين صلصة، وبتحطّي عليها الكفتة أو حبّة رز جمال كده يكونوا أبيض مع شوية طحينة، وأهو ده الطرب زي ما شايفين وزي ما قُلت لحضراتكم كمية صغيرة مش كبيرة. وبكده خلاص كده خلّصت النهارده الطبخة بتاعتي. أتمنى تضغطوا like من قلبكم، ربنا يخلّيكم ليّا يا رب وما انحرمش منيكم، وسَنة سعيدة